وفكرة إن أنت تتمنى حياة بلا خوازيق دي فكرة طفولية جدًا. الراجل المكنة ده فكرته إيه؟ إن ده واحد كان حساس جدًا أو شخص ما بيعرفش يسيطر على مشاعره يعني، حاجة من الحاجات اللي بتخلّي الإنسان ناضج نفسيًا أو ناضج عاطفيًا، الخوازيق الصغيرة اللي إحنا بنهرب منها. قاعدة كده general، إزاي تتعامل مع أي حد؟ فتح كلام حدود. إن القاسي ده شخص مش عارف يحُط حد، هو قاسي عشان هو فاشل. هنا هنتكلم عن الحياة والبزنس، إدارة، مبيعات، تسويق وغيرها من المجالات. مايند ماب هو مكان هنسمع فيه وجهة نظر عقول مميزة وعندها معلومة حقيقية. دكتور كيرلس باجت مدرس جراحة بجامعة عين شمس قرر يمشي بطريق مختلف غير تقليدي عن الناس. برغم خلفيته الطبية الناس عرفته عن طريق كتب، كتب 7 كتب حققوا شهرة واسعة. أبرزهم كان مدخل سيكولوجية الإنسان المهذب وكتاب التجربة الفكرية لروحهم. طبعا دكتور كيرلس بيختار أسماء غريبة شوية، وحابين النهاردة نعرف منه الرحلة بدأت إزاي وتفاصيل كل الكتب. كتب في مجالات مختلفة كتير زي الفلسفة وعلم النفس وغيرها من المواضيع، وكتبه كانت دايما بيست سيلر. النهاردة احنا جايين نتكلم مع دكتور كيرلس، نعرف منه تفاصيل اكتر عن كتبه وعن فلسفته في الحياة. قبل بقى ما نرحب بحضرتك انا عايزة اسألك بقى ايه الاسماء الغريبة دي؟ صدقني مش غريبة، يعني أنا ساعتها كنت حاسس إني عاوز أكتب كده فكتبت كده، يعني ما حسيتش إن في حاجة غريبة، عادي يعني. يعني انا مثلا فكرة ان يبقى في كتاب اسمه التجربة الفكرية لروح امه دي مش ماشي حاسسها عادي، إيه اوفنسيف المشكلة؟ شوية. لا عادي، ليه؟ دي روح الأم، دي جميلة، دي جميلة والله. طب الاسم جالك ازاي طيب؟ آم، كان في زي موقف حصل ساعتها، هو ده أصلا اللي دفعني أكتب كتاب. مم. كان شخص قاعد متضايق مم. مخنوق، فواحد مر عليه قال له مالك في إيه؟ قال له مفيش، متضايق نفسيا. مم. فالشخص ده قال له يعني ايه اللي حصل، ايه الكارثه اللي حصلت لك خليك تتضايق؟ يعني بيتك ولع، حد مات لك؟ قال له مفيش، متضايق تعبان يعني. مم. فقال له انشف شويه كده يروح امك يعني. ف اللي روح امه ده قعد كده مع نفسه، ابتدى يقرا كتير ويتعمق في ان هو يفهم نفسه لغايه ما طلع التجربه الفكريه لروح امه. بس حضرتك اصلا دكتور جراحة؟ جراحه. ملهاش اي لا علاقة خالص، من اللي بروح الام. بروح ولا بالفلسفة ولا لا بعلم النفس؟ الجراحه كل الفلسفه وعلم النفس صدقيني. ازاي؟ يعني انت لما دلوقتي تمسكي مثلا عيان عنده زايدة منفجرة ولا طحال منفجر ولا فتق مختنق، الكلام ده كله فدي لوحة فنية، دي جمال كده، تمسك المشرط والدم، كل ده لازم تبقى مريض نفسي. لازم يبقى عندك ابعاد نفسية طبعا قبل طبعا. ما تعمل حاجة زي كده. من اجمل انا في وجهة نظري يعني من مم. اجمل الوظائف اللي تعرف تطلع المبدع اللي جواك الجراحة. مم. بأمانة مش جاست ناس بتبص الجراحين دول هم شوية جزارين وبيقطعوا كده، لا ده مم. فكرة ان انت تاخد ديسيجن صح مم. في التوقيت الصح، بإنسان صلب، إنسان مم. انت جوه أوضة العمليات مثلا بتفتح حاجة ففجأة في دم اتنصر في وشك، طب هتعمل ايه؟ الناس كلها قلقانة، الممرضة خايفة، المريض فجأة بيصحى، الكلام ده كله. فانت لازم تكون شخص ثابت نفسيا، شخص صلب، شخص واخد بالك الخطوة اللي جاية ايه، مم. حاسب أبعادك في كل ده. علم نفس يعني، وفلسفتك في الحقيقة ايه. مم. انت مثلا ممكن يجي لك عيان عنده ورم مثلا، مم. وعيان ممكن ما يستفادش من العملية، فانت بتقيم بقى وبتقعد وتناقش معاه وتعمل ازاي تقول له الخبر، كل ده لا يعني فلسفتك بتبان. طب خلينا بقى نطلع من اوضه العمليات ونبدأ بقى نتكلم في الكتب دي، وخصوصا ان هي ما شاء الله ما شاء الله من الكتب اللي فايرال جدا في السوق المصري. وانا شخصيا قرأت كذا كتاب منهم قبل ما اتقابل مع حضرتك بزمان جدا يعني. وأثرت في حياتي انا كمان الشخصية. فقولي بقى نبدأ بإيه مثلا؟ يعني التجربة الفكرية الانترو اصلا بتاع الكتاب انت بتتكلم عن ان واحد عمال بيولول انا عندي مشاكل كذا وانا بيحصل لي كذا. امتى اعرف ان انا مكتئب؟ وامتى اعرف ان انا مجرد بس حد دراما كوين او بأفور الموضوع؟ بصي، ما فيش حد يقدر يقيم حد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الشخص ده دراما كوين او الشخص ده تعبان حقيقي غير حد مختص، يعني زي دكتور نفسي مثلا. انا مش دكتور نفسي، انا شخص جراح
بحب اقرا في علم النفس واكتب في علم النفس او اقرا في السلوك البشري واترجم ده في حياتي يعني. مم. بس من واقع تجربتي الشخصية كلنا تعبانين، مم. يعني مفيش حد سليم، مم. وهي دي سنة الحياة يعني. انتي شوفي كده، فكري في اللي حواليكي هتلاقي كل واحد عنده كارثة بلوى كفيلة ان هي تخليه مش قادر يقوم يعني. بس اللي بيفرق بين انسان وانسان هو قراره في اللحظة دي. انا مم. خلاص تعبان، انا مكسور، انا قرفان، هعدي ولا مش هعدي؟ مم. اه طبعا ممكن توصل مرحلة مرضية بقى، اكتئاب، مش قادر احب، مش قادر انتج، مش قادر اشتغل، مش قادر اتواصل مع حد. بصي ما نقدرش نقول حد بيستهبل او حد دراما كوين او حد فعلا تعبان، عشان كلنا تعبانين، مم. كلنا بلا استثناء. يعني انا بكلمك وانا تعبان، انتي قاعدة قدامي واكيد في حاجة. الراجل اللي بيصورنا كل واحد فيه حاجة تعبان يعني، الراجل اللي بيصورنا تعبان أوي. فكلنا عندنا مشكلة ما. مم. اه طبعا في واحد بيأفور الموضوع، وفي حد بيكون فعلا هو مش قادر ينتج، مش قادر يكون علاقات اجتماعية، شخص مريض اكتئاب يعني، شخص حياته مشلولة يعني. بس أنا في وجهة نظري يعني من واقع تجربتي أنا الشخصية، وفي الآخر ده قرار مش شخص أكاديمي، أنا مش طبيب نفسي يعني، أنا جراح، إن الموضوع ليه علاقة بالهشاشة النفسية بتاعت الإنسان. كل ما الإنسان يكون صلب، كل ما الإنسان يكون قوي نفسيا، كل ما الإنسان يكون مدرك قيمة نفسه، بيعدي بسرعة. احنا في كتاب روح امه دلوقتي، بس خليني اخدك شوية. الكتاب اسمه خازوقولوجي، علم دراسة الخازوق، وفكرة ان احنا في حياتنا في خوازيق كتير. انا مش عارفه احنا هنواجه الناس بالحلقات دي ازاي. يعني تيت تيت كده يعني. فاحنا حياتنا كلها خوازيق، واحنا جايين، وانا جاي لك النهارده خازوق، واحنا قاعدين في خازوق، ودلوقتي خازوق، قبل ما نصور خازوق. بس هنعمل ايه؟ خلاص، هي دي الحياة كده. وفكرة إن أنت تتمنى حياة بلا خوازيق دي فكرة طفولية جدا، بس أنت تتمنى حياة تخليك قادر على التعامل مع الخوازيق. احنا اصلا برنامج فكرته اسمه مايند ماب. مايند ماب هو احنا بنحاول ندخل وسط الخريطة الذهنية للجسد ونشوف هو بيفكر ازاي وازاي نقدر نربط التفكير ده بالحياة والبزنس. المشاعر عموما هي حاجة صعب قوي ان حد يقدر يعمل فيها كنترولينج او يتحكم فيها عموما. فالنهارده انا حاسه ان انا عايزه اتكلم معاك في توبيك مهم قوي، المشاعر والبزنس وازاي ده مربوط بده، وازاي اصلا يبقى عندي ذكاء في تعاملاتي او زي ما بيقولوا كده الذكاء العاطفي ده ايه هو اصلا، وازاي يبقى عندي ذكاء في التعامل مع الناس. موضوع كبير قوي، بس أنا عاوز أقول لك حاجتين. أنا هجيب برضو من كتاب، أنا في دلوقتي كتاب شغال عليه اللي هو يا رب ألحق معرض الكتاب اللي جاي، اسمه الراجل المكنة. الراجل المكنة ده فكرته إيه؟ ده واحد كان حساس جدا، أو شخص ما بيعرفش يسيطر على مشاعره يعني مثلا ينفعل فيغضب قوي فيبهدل الدنيا، يحب فيتعلق قوي فيبهدل الدنيا. شخص اكستريم. مشاعره راكباه، مم. فبيتمنى ان هو يكون عنده كنترول مور على مشاعره، فبشكل او ما يعني بيتحول لراجل مكنه بزرار، يتحكم مشاعره بزرار. انا حلو ده. مثلا انا مثلا دلوقتي معجب بميرنا مثلا، وميرنا مش متقبلاني، طب انا دلوقتي مسحول بقى، مم. هدوس على الزرار اوقف الشغل. مم. ميرنا مثلا دلوقتي كنا متفقين وانا ماشي هتكرمش لي ورقه ب 50 جنيه مثلا، ما كرمشتليش الورقه ب 50، فانا غضبان وزعلان، لا هدوس على الزرار كده، ما ما غضبش. اغضبش. ميرنا مثلا وانا ماشي قالت لي ايه يا ابني القميص الاحمر اللي انت لابسه ده مش عارف ايه، ف لا انا قلت ضايق- الكلام ده. فده ضايقني مثلا، اه. فقعدت طول الليل سهران ومشاعر الحزن مأثرة عليا، فدوس على زرار. فهو بيتحول شخص ان هو كنترول ابيض واسود او اون اوف. مم. طبعا بيدور حوارات كتير في الكتاب ده يعني. طب واحنا نقدر نوصل للمرحلة دي استني الكتاب بقى، عشان هي المرحلة دي مش صح اصلا؟ اساسا، عشان هي مشكله الشخص ده او مشكله بطل الروايه دي ان هو العلم هينجح في شغله جدا. تخيلي واحد مثلا سيطر على مشاعري. سيطر على كل حاجه، بس دي مش سيطره، ده كبت. اللي هو ايه مثلا،
عارفة اللي هو مثل بسيط، انا نفسي في الشغلانة دي، او انا بحب الانسانة دي، او انا نفسي الحاجة دي، ما عملتش او مش قادر اعملها فاكرهها. يعني مثلا ايه، انا بحب اكس، فاكس دي دي اللي هي الضغينة تقريبا. لا مش انا مش يبقى ضغينة. لا اللي هو انا دلوقتي عاوز اوصل لحاجة فمش عارف اوصل لها، فاقعد اضغط 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 عشان اعمل عكسها. انا بحب اميرة، مم. فاميرة بتقرب مني واقرب منها، فجأة قالت لي يا كرولوس مش هينفع نبقى مع بعض مثلا. فهروح قايل لها ليه يا اميرة، ده انا بحبك، ده انا جوايا ليكي حب كبير. اميرة دي مثلا بتعمل جوستنج، تختفي من حياتي، بتقفل تليفونها وبتختفي من حياتي. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اكسبريشنز كتير قوي بقت على النت، جوستنج موجود، بس هنعمل ايه في حاجه زي كده؟ عشان انا بكلمك بقى في توبيك وبيك اعرف. مي وايه يا جماعة. خلينا في واحده انت بتحب حد، او واحده بتحب واحد، واحده بتحب كرولوس مثلا، وكرولوس بيحاول يوصل لها مفيش انا مش متقبلك في حياتي، مش قادره، فبيختفي من حياتها، بيعملها تصرف غير ناضج. ممكن نتكلم عليه بعدين، الجوستنج وازاي نتعامل معاه. بس بيعمل كده. طب انا بحب، انا متعلق، انا عاوز، هل بقى اتسحل واضغط، ولا في بقى ناس بتلجأ للطريق السهل، هو ايه، في بدوس على الزرار، انا عاوز اكره، انا عاوز اكره كرولوس، انا عاوز اكره اميره، انا عاوز اكره ميرنا، انا مشاعر الحب دي عاوز احولها لكراهيه. فده مش الصح. لا الصح ان الانسان يقعد كده مع نفسه، انا بحب فلان، انا بتمنى له الخير. ده فكره المشاعر. يعني انا جبت كده قلت اعمل دعايه للكتاب، وقلت مم. اكلمك عن راجل مكنه. بس بقى رجوعا لسؤالك، اللي هو ازاي الانسان يوصل للذكاء العاطفي او الذكاء الاجتماعي. انا في وجهة نظري اهم حاجة تخلي الانسان يكون قوي اجتماعيا او قوي عاطفيا، الخوازيق. معلش نرجع تاني للخوازيق، بس الخوازيق تيت. دي، الخوازيق عاملة زي المناعة. المناعة ايه اللي بيقوي مناعتنا الجسدية؟ حاجات كتير، منها الفاكسين، الفيروس. يعني انا مثلا الفيروس كورونا، انت كان في حاجه من الفيروسات اللي هو بيديك الفيروس ميت، او الفيروس ضعيف بشكل ضعيف. فايه اللي بيحصل؟ انت لما الفيروس بيخش جسمك تبتدي تكوني انتي بوديز، او حاجات مضاده للفيروس ده، فتكتسبي قوه، تعرفي تهاجمي بقى لما يجيلك. فالخوازيق الصغيره اللي احنا بنهرب منها دي، ان احنا دايما مش عاوزين نتألم، مش عاوزين نمر باي مشكله، داخلين في ريسك، بس خايفين يحصل لنا مشكله، مش هنتعلم. فحاجة من الحاجات اللي بتخلي الإنسان ناضج نفسيا أو ناضج عاطفيا، الخوازيق الصغيرة اللي إحنا بنهرب منها دي. طبعا ممكن تخش تكسر، بس ممكن تخش تبني يعني، وده بيتوقف على الإنسان يعني. تعالى بقى نرجع لمجتمع الشغل والشخصيات السايكوباتية اللي موجودة بقى جوه الكوميونيتي بتاع الشغل. يعني عندك المدير النرجسي، سندريلا اللي قاعدة معانا في الشغل، مم. دراما كوين سواء بنت أو ولد. مم. يعني بحس دايما دراما كوين مرتبطة بالبنت، مع إن في ولاد كتير مم. دراما كوين. فعايزين نمسكهم بقى شخصية شخصية كده، نكتشفها ازاي أو نتعامل معاها ازاي. يعني مثلا أنا لو مديري في الشغل نرجسي، هتتعامل معاه ازاي أصلا؟ طيب نيجي لكتاب المهزأ بقى، يعني نيجي لكتاب المدخل في سيكولوجية الإنسان المهزأ. بصي، في العموم يعني قاعدة كده جنرال، ازاي تتعامل مع أي حد. فتح كلام، حدود، ان انت تكون حاطط حد للاخر. يعني انت مثلا عندك بيت فباني سور، عارف مين هيخش لك جوه، وسور مش اللي هو سور خلاص ما مش هدخل واخرج، لا سور في باب انا عارف هفتح لمين ومش هفتح لمين، مم. وانا نفسي عارف حدودي ايه. يعني انا موقف الناس فين بالظبط، ما اكونش انا فاشل مش موقف الناس في مكانها الصح بعد كده متضايق. مش هكون مدخل حد جوايا وفاتح له بقى وعمال اتكلم ومعري له نفسي ومعري له نفسيتي، يعني نفسي ونفسيتي، ومعري له احلامي ومعري له كل حاجه، وفجاه كل تفاصيل. فجاه لا ده اصل ده بيتنمر عليا او مش عارف. حط حد. والناس النفس التانية برضو اللي جاي ده، انت فين وانا فين؟
فهي فتح كلام كده سواء بقى نرجسي دراما كوين مش عارف ايه، ما دام في حدود ان انت في امان. ساعات احنا لما زي ما قلت لك بنكون فشلة في وضع الحد، بنقفل اسمنت. الجوستنج اللي هو فكرة all or none، بمعنى معنى ان انا مش عارف احط حد فاقفل، اختفي. اختفي بقى، ما تقربليش خالص، ما اظهرش في حياتك خالص. فاهم قصدي؟ ف زي السواقه، قلت لك كده، انت وانت سايقه اول مره شفتي دوسه البنزين بتاعتك، اول مره كانت دوسه غشيمه، دوسه عنيفه، اللي هو ايه، بتنط العربية بالظبط. واحده واحده بقى انت بتتعلمي الفاين تاتش، اللي هو انا هحطك هنا وهحركك هنا. يعني هي كلها بتدور حوالين في الشغل. يعني شخص عارف في طب، خليني احكي لك الموقف ده قبل ما انساه. في طب في دكتور قال لنا قبل كده عشان الناس تهابك كعيانين، يعني بي رود تو بي ريسبكتد، يعني خليك قليل الادب عشان الناس تحترمك. وانا قعدت فتره قوي مقتنع بالموضوع ده. لما بنترقى من نايب لمدرس مساعد او معيد، بناخد دورات منها دوره علم نفس. ففي دكتوره علم نفس اللي بتدينا السيشن دي بتتكلم تقول لي انتوا ايه اللي اتعلمتوه في مجالكم الطبي؟ فانا رفعت ايدي وقلت لها بي رود تو بي ريسبكتد. فقالت لي غلط، بي فيرم تو بي ريسبكتد، يعني خليك حازم. انت رود، انت شخص قليل الادب، شخص مش ريسبكتد، شخص خايف من جوه، فبتقل ادبك على الناس عشان زي البوبي اللي هو بينزل الشارع اول مره فبيقعد يهوهو، هو خايف بس بيهوهو عشان يرعب الكلاب التانية. لا، بي فيرم. في نفس الوقت ما تبقاش شهبل، ما تبقاش عبيط، يعني مش تبقى اللي هو كده في الشغل واي حد ينط عليك واي حد يتكلم واي حد يتعدى على حدودك او حقوقك. لا، بي فيرم. احنا ما اتعلمناش نبقى فيرم، واغلب مشاكلنا كده على فكره. يعني اغلب مشاكل الناس ان هي مش عارفه تبقى فيرم، مش عارفه تاخد قرار حازم مع نفسها او قرار حازم مع الاخر. والناس احيانا برضو ما بتتفهمش فكرة ان انت تبقى فير، يعني فكرة الحزم. احيانا الناس بيحصل لها كونفليكت كده او بتلخبط ما بين الحزم والقسوة، او ما بين الحدود والقسوه. الحدود والقسوة. طيب، ايه بقى الفرق ما بين الحدود والقسوة؟ قلت لك ان القاسي ده شخص مش عارف يحط حد، هو قاسي عشان هو فاشل. يعني الراجل القاسي او الست القاسيه في العلاقات دول ناس فشل. يعني الانسان القاسي المؤذي ده انسان مش ما عندوش سلام، انسان مش عارف يتعامل، فبيلجأ لحاجات منها الصوت العالي، منها الغشامة، منها العنف، عشان هو مش عارف يتعامل. وفي نفس الوقت الشخص الطبيعي المحترم عارف يحط حدود بشياكة وبهدوء ده بالعكس، ده الشخص الفيرم ما بتعرفش تمسك عليه غلطة. يعني من مميزات الإنسان الفيرم إن هو بعد إذنك، بالعكس ده محترم جدا، ده بعد إذنك أنا ما بحبش الأسلوب ده، بعد إذنك من الهزار ده ما بيعجبنيش. طب الآخر هيزعل، طب ما يزعل، طب هعمل له إيه؟ يعني ما ينفعش مثلا واحد جاي يضربني بالقفا فعشان امسك ايده او اقول له انا ما بحبش ضرب القفا واكون حازم فيزعل، طب ما يولع، هعمل له ايه؟ انت فاهم قصدي؟ بس فكره ان انا بقى اصل هو هيشوفني، اصل هو هيفتكرني، طب ما يشوف يولع هو. انا ايه يا فرحتي انا عشان ما ازعلوش طب اتضرب على القفا؟ طب خلاص ازعل انت بقى، ما هو في حد لازم يزعل، انت تزعل ولا هو يزعل؟ انت ما تزعلش وما تزعلوش، هو زعل خلاص دي بتاعته هو بقى. فاهم قصدي؟ طيب بما اننا بقى بنتكلم عن كتاب مدخل انسان موزع. مدخل فهم سيكولوجية الإنسان المهذب، انت كنت عامل حاجة كده اسمها مهزأ ميزة. مهزأ ميتر. ازاي بقى اقيس معدل التهزيء في البني ادم اللي قدامي، وازاي برضو اعرف اذا كنت انا بني ادم مهزأ ولا لا؟ طيب، انا اول ما بقول مهزأ انت في حد في دماغك، يعني في شخصيه، كتير. خدي واحده منهم او خدي واحد. ذا كوين. ماشي، ذا كوين، قولي لي مواصفاتها. الشخصية مشروم. مشروم، حلو قوي مشروم ده. اه يعني إيه مشروم بقى؟ يعني شخص كده، المشروم ده هو حاجة حلوة بس حاجة سيئة جدا لو انت مشروم.
انت لو مشروم بتتحط في صينية البطاطس بيبقى طعمك بطاطس، بتتحط في شوربة الخضار الكريمة مثلا بيبقى طعمك كريم. فالمشروم هو حاجة بتاخد طعم الحاجات اللي حواليه وملوش هوية كده، ملوش ايدنتي. حلو ده، ملوش هوية ملوش ايدنتي، هو ده المهذب. فالشخصية المشروم ده يعني كائن زي ما انت بتقولي كده ملوش قوام. لما تيجي مثلا تقارني بين المشروم، انا هاخد من كلامك المشروم حلو قوي، ممكن نعمل كتاب جديد مدخل فهم سلوكيات الانسان المشروم، والجبنه الرومي. يعني انا كنت معزوم عند الناس قبل كده، وكان عاوز يعمل لي ملوخيه بالجمبري، مم. فما كانش فيه جمبري، راح قطع لي مشروم وشوحه وحطه لي وكلته كانه جمبري. ف بيسد في اي حاجه، هو حلو بس بالنسبه للي بياكله، بس بالنسبه لي هو لا مش حلو. يعني الشخص المهزأ جميل قوي، ده حاجه حلوه جدا لكل حاجه بقى، الانسان اللي بيستغله، الانسان اللي بيستهلكه، الانسان اللي بيطلع عقده عليه، يعني ايه، تربه خصبه لكل العقد. بس ليه هو مش جبنه رومي بقى. جبنه رومي جبنه رومي لو محطوطه وسط ايه جبنه رومي طعمها باين ليها كاركتر صفر. بس فرق. بس ف نرجع نقول الشخص المهزأ، الشخص اللي بيسمح ان الاخر يستبيح حدوده بقى، كرامته، احلامه، هو شخص ملوش قوام، شخص ما تقدرش تحس ان هو فيرم بقى، تحس ان هو عارف يقول لا، حد عارف يعبر عن نفسه. ده اللي مش مهذب، ده المهزأ، يعني ده مش عارف يعبر عن نفسه. اللي مش عارف يعبر عن ايوه مش نفسه ده عارف، يعني شخص مش عارف يقول لا مثلا، فاهم قصدي، احنا هنخرج، انا مش عايز اخرج بس هزعلهم مني، هخرج. طب ليه يا عم تقول، هو حد ماسك عليك حاجه؟ على الناحيه التانية انت مثلا في علاقه بيتم استهلاكك، مثلا علاقه شغل مثلا، انت مع مدير، انت بتعمل شغل وهو بيستحله، او حد بياخد مجهودك وينسبه لنفسه، بس مم. انت خايف مش عاوز تعمل صدام، طب مش عارف تحس بقيمتك. يعني الشخصية المهزأة دي شخصية سلبية. يعني definitely، واكتر حد سلبي عليه هو نفسه. بس برضو اعتقد ان هو بيبقى مؤذي برضو اللي حواليه. لو في منصب لازم ياخد قرار، يعني لو في منصب يعني كمشروم مطلوب منك انك تكون جبنه رومي، طبعا مش هيعرف، يعني مثلا كأب مهزأ، كزوج مهزأ، كزوجة مهزأ، كرب عمل، كموظف محوري، طبعا طبعا، يعني ده شخص انت معتمد عليه، وهو شخص بلا قيمه يعني، فاكيد طبعا. طيب امتى بقى اقول الشخصية دي لطيفة او الشخصية دي طيبة، وازاي ابقى لطيف؟ يعني امتى ابقى طيب وامتى ابقى لطيف، او المفروض ابقى ايه يعني؟ طيب بص، الطيبه هي القدره ان انت تقدر تبقى شرير، بس انا قررت بقرار حر ان انا اكون طيب. بمعنى انا اقدر اذي، بس انا مش هاذي عشان انا مش عاوز اذي، انا كده طيب. بس انا لطيف، او انا شخص اللي هو مستر نايس جاي، او اللي هو الشخص الساذج، هو ما يقدرش يكون شرير، هو مجبر على الطيبة بسبب ضعفه. واخد بالك من الجملة دي؟ بمعنى احنا شغالين في شركة وفيها مدير ظالم، فالمدير الظالم ده كل الناس اللي هو مرؤوسهم يعني مهما يظلم هم بيتأقلموا، مهما يعمل هم ساكتين. ففي حد بيبص من بره بيقول يا ده الناس دي كلها طيبة، الناس دي غلابة، لا دي ناس ظالمة نفسها، دي ناس تستحق اللي بيحصل فيهم عشان هم ما قاوموش. ليه ما قاوموش؟ عشان هم مش قادرين يقاوموا، مش عشان هم يقدروا يقاوموا ورفضوا. فاهم الفكرة؟ العفو عند المقدرة، يعني المقدرة دي، بالظبط. المقدرة هي ان انت اصلا تكون قادر ترد الأذية، بس انا هعفي عنك. بالظبط. انا مش ما انا ممكن مثلا حد يضربني، فانا عندي القدرة البدنية ان انا اضربه واهينه، بالظبط. بس انا مش هعمل كده، م- فانا عفيت عندك عند المقدرة. م. طب لو انا ما عنديش المقدرة؟ خلاص
مش المفروض اعفي عنك، لا، ما المفروض هو افضل ما اسعى هو انا واجيب ما حق. فيش حاجه اصلا، انا بتضرب على فايا، فاهم قصدي؟ يعني انا بتضرب والله بجد، اصل انا بتضرب على فايا، بتضرب على فايا بقى بكل الاصعده بقى، اجتماعيا، نفسيا، عاطفيا، ماديا، كل حاجه انا بتضرب على فايا. فانا مش طيب، انا خانع بس. وده بقى لو انت عايزه تعملي يعني انعكاس على البيزنس او الماركت او الشغل، انت طول ما انت في منظومه بتتضرب على قفاك وانت مش قادر تدافع عن نفسك، لا انت ما تضحكش على نفسك، ما تزيفش الحقيقه. يعني انت في علاقه بتتضرب على قفاك وبتسكت لاي مبرر غير اللي انت مقتنع ان انت بتتضرب على قفاك لاي سبب بقى. يعني مثلا انا هتضرب على قفايا عشان امشي الدنيا، هتضرب على قفايا عشان لقمه عيشي، خلاص دي مش بتاعتي انا. يعني مثلا في واحد انا اقدر ارد واقدر اعمل، بس انا خلاص انا قاعد، خلاص انا عارف انا قاعد خانع، لا اسباب تانية مش بتاعتي انا. يعني انا ممكن ما اعملش كده مثلا، واحد عامل كده براحته باختياره، بس ما تضحكش، ما تزيفش الحقيقه، ما تزيفش الواقع، عشان sooner or later انت اللي هتتاذي. طيب عندنا بقى سؤال مهم جدا. آه ازاي بقى انا لو مش شخصية مهزأة اقدر اعبر عن اعجابي او تقديري بالشخص؟ امم وامتى يعني دي برضو نقطة ناس كتير بتقع فيها، ان ممكن يفسر الاعجاب على انه تقدير، وممكن يفسر التقدير على انه اعجاب. فايه الفرق ما بينهم، وازاي اقدر اعمل كده طيب ما ينفهمش طيب مثلا التقدير نتكلم بشكل خاطئ؟ اكزامبل حلو جدا. في ورده حلوه، انت لو معجبه بيها هتفكري في نفسك انت، عاطف. طف انا عاوزها، انا الورده دي تلزمني، ماليش دعوه بقى بالورده. يعني انا مش فارقه معايا الورده، انا فارقه معايا ان اقطفها عشان تبقى بتاعتي. بس لو انا مقدر الورده، البريوريتي او اول حاجه هفكر فيها اسبقيه طريقه تفكيري الورده عاوزه ايه. أنا عايزة عناية. ايوه علشان مقدر قيمه الورده، فكل تفكيري هيكون تجاه الورده، حتى لو ضد رغبتي انا معجب بانسانه هاخدها، خلاص دي انا معجب، انا طفل معجب بلعبه هشدها من الفاترينا تبقى بتاعتي، ماليش دعوه بقى هي عاوزه ايه، حتى لو هي مش عاوزه تبقى بتاعتي. بس انا مقدر الانسانه دي، لا ايه الصالح ليها، ايه الحلو ليها، إيه اللي يريحها، ايه اللي اقدر انا اعمله عشان اساعدها، مش عشان اسد احتياجي انا. فده بين التقدير والاعجاب. ودي طبعا من اهم نقاط الشخصيه المهزأه، عشان الشخصيه المهزأه ما بتفكرش في الاخر، عشان هو ما عندوش اصلا، هو دايما ما معجب. عندوش ما عندوش اصلا فكره القيمه، هو انسان منزوع القيمه، ما عنده كونسبت اللي هو ما هو قيمه، ما ما هو ما هو فيش. ده اللي انا بكلمك فيه، ان الشخصيه المشروم دي هي شخصيه في الاول في الاخر مؤذيه. لان انا ممكن اعجابي بحاجه تخليني عندي احساس ان انا المفروض انتزعها، وما افكرش في الطرف الاخر، او ما ماشي، افكرش في آم، يعني في اللي حواليا عموما. مش مختلف معاك ان الشخصيه المشروم مؤذيه، بس ارجع اقول لك اكتر حد بيتاذي المشروم نفسه. والمشروم غبي. مم. اعتقد غبي، بس يعني اللي يوصل نفسه للطريقه دي يا مسكين قوي يا غبي قوي، يعني مفيش، مم. مش لاقي له مبرر. طيب بس عاوز اقول لك حاجه برضه عشان ما نكونش باينين ان احنا بنتكلم عن حد غريب يعني. لا، حد غريب ايه، موجودين كتير. لا منهم، انا عاوز اقول لك انا كاتب المدخل اللي فهم سيكولوجيات الانسان المهزأ، انا في وقت من الاوقات كنت مهزأ. كلنا يعني انا في وقت من الاوقات كلنا مهزئين مع أشخاص معينة وفي حالات معينة. عاوز احكي لك قصتي. اصلا انا كل كتاب بقصه، وكل كتاب بفيلم، وكل كتاب بحاجه انا عشتها. وده قصته ايه؟ كنت شغال في عياده، انا بعد النيابه، يعني بعد ما بتشتغل في الجامعه كده كنايب ان هو تتعلم بتطلع تشتغل في البرايفت يعني. كنت شغال في عياده تعتبر عياده خيريه، يعني حاجه بسيطه جدا. واشتغلت وجيت اخد فلوسي اخر الشهر، فمدير العيادات قال لي معلش يا دكتور كورولوس اجلها شهر، مع ان المبلغ ما كانش كبير، يعني مش فاكر كان كام ساعتها. استنيت شهر، انا شغال الشهر التاني من غير فلوس، الشهر التالت معلش اجلها شهر. فانا مش عايز اشتغل تاني من غير فلوس، فسبتهم، اعتذرت عشان ما اخسرش. وبعد كده قعدت بعديها بشهرين كده، هو انا ليه ما
ما قاتلتش عشان اطالب حقي. هو في ايه؟ هو الراجل ده ماسك عليا ايه؟ حسيت ان هو عاوز ياكل حقي، يعني شخص عاوز يستغل ان انا شخص مؤدب شخص طيب ف بياكل حقي. فحسيت ان أنا مهزأ قوي الصراحه يعني. فرحت له، وعاوز اقول لك انا ما رحتش جعجعت وفين حقي وولاد رزق بقى وتعالى وجبت رجاله، لا عادي خالص. انا دخلت مساء الخير نور، عايز حضرتك، كنت شارب بقى كل مره. يعني هو اللي هو فيها دكتور ده حاجه خيريه ده، يعني فاهم قصدي؟ كل مره انا اطرمخ مش عاوز يعني دايما بهرب من الصدام لغايه ما بعد اذنك انا عاوز طب يا بقى مفيش بعد حضرتك، انا مستنيك بقالك كذا يعني كذا شهر، والمفروض في اولويه، يعني انا مش جاي بشحت منك، انا جاي اطلب حقي يعني. طيب هستأذنك مفيش بعد اذنك، هتقول لي امتى بالظبط؟ يا اما خلاص انت كده بتتهرب. كلام كان واضح، كان شارب، حاسس ان هو داخل في حته سد. طب معلش يا دكتور بكره تعالى خد. حتى ابتدى يعلق صوته في ايه، انت مش شاكك فينا؟ يا عم شاكك مش شاكك، انا هاخد حقي. انا مش جاي لك في بلطجه، انا مش جاي لك في حاجه مش بتاعتي. جايبه كده في حاجه. وبشياكه وبشياكه. طب انا ليه ما عملتش كده من الاول؟ ليه؟ فاهمه ليه؟ مش عاوز صدام، مش عاوز حاجه. كنت عاجبني جو المشروم بتاعي، بس اتضايقت. عاوز اقول لك يعلم الله ما كانش المبلغ اللي مأثر معايا قوي بقى، اللي بس الكونسبت ذات نفسه ضايقك. ضايقني. وده ياما بيحصل في الشركات على فكره، يعني ياما الشركات الكبيره بتجيب شباب صغير تستغلهم وما تديهمش حقوقهم بقى، ولا تعمل فيهم اللي تعمله ماشي. طيب خلينا بقى نسأل سؤال تاني. دايما بيتقال جملة كده الصراحة بتستفزني أنا شخصيا، يعني إن فلان ده، لأ، ده فلان ده كويس قوي في الشغل، بس كويس قوي بره الشغل، بس هو جوه الشغل بس إنسان مش كويس. والعكس، يعني إن أنت ممكن تبقى إنسان جوه الشغل كويس بره الشغل مش كويس، ولا فايس فيرسا يعني. فهل الجملة دي أصلا صح؟ يعني هل الجملة دي يعني حقيقي؟ كويس. يعني مثلا ممكن واحد يقول لك ايه، فلان ده امين، بس هو في الشغل مش امين. او فلان ده طيب، بس في الشغل مش طيب. او بصي هقول لك حاجه. مم. طيب امين يعني برضه نسبيه. ليه بقى؟ انا ممكن يكون عندي موظف هو بيكسبني فلوس مثلا، شخص بيدخل لي دخل، فاقول ده كويس. بس صليط اللسان مثلا مؤذي بالنسبه لاصحابه فمش كويس برضه. فهو المعيار الكويس والمش كويس ده نسبي. اديكي مثلا بسيط. كان في جمله قريتها قبل كده: انت لو عاوز تبقى مدير محبوب ما تبقاش مدير، روح اشتغل بيع ايس كريم. فانا ممكن ابص على مدير ان هو شخص قاسي، شخص وحش، شخص بيعذب الناس، وهو شخص امين في شغله جدا. يعني انت مثلا عندك موظف كل شويه يستغلك، لا انت مش فاتح حاجه معايا خيريه، فاهم قصدي؟ مش اللي هو معلش اصل انا خالته بتغسل، انا ماما حامل، انا مش عارف. لا مش هتنفع يعني. ولو اترفض الكلام ده، لا يا حبيبي انا فعلا احنا جايين نشتغل. فده ممكن بص لا ده مش كويس، لا هو كويس. ده لو ما عملش كده يبقى مش كويس. فهو كويس مش كويس يعني هو الموضوع نسبي، او انا في وجهة نظري نسبي. بس طبعا في يعني المشروم مشروم والجبنه الرومي جبنه رومي. يعني الشخص المهزأ هتلاقيه مهزأ في كله، الشخص اللي ماسك نفسه هتلاقيه ماسك نفسه في كله يعني. وهتلاقيه شخص عنده قيم، عنده وعي بقيمته. فمش بس بشوف ان البني ادم عموما، يعني بالذات اليومين دول الناس بقت بتشتغل ممكن شغلة واتنين، وممكن تقعد في الشغل، ممكن في ناس بتعدي 16 ساعة أصلا قاعد على المكتب بيشتغل whatever بيشتغل ايه. فبحس ان فكرة ان انت مثلا وليكن تكون شخص توكسيك في الشغل، وتقولي لا اصل هو بره مش كده، لا هو اكيد بره كده، لان هو بقاله 16 ساعة كده، 16 ساعة كل يوم. انت بتتكلمي يعني على ضغط ضغط الشغل يعني على نفسية الانسان. لا، ان الشخص اصلا يكون توكسيك. هو ايه الشخص التوكسيك؟ قلت اسالها لك قبل ما تسالها لي. انا فهمتك انا على هقول فكره. لك توكسيك يعني سام. اوكي.
بصي انا بحب انزل البيز، يعني احب امشي حلو. كده واحده واحده رائع. عشان نوصل. ماشي. فايه هو الشخص السام، او ايه هو السم؟ ايه هو السم؟ ان انا ابقى معسول الكلام مثلا، بس انا بعمل طيب فيك دقة اقول لك نقص من حاجه. وراك، اللي هو خازوقا السم، صغير. السم اللي هو حاجه هبله جدا، او يعني مش مثلا انت بتتضرب بسكينه، لا ده حاجه مفيش، قرصه تعبان، قرصه عنكبوت، وات ايفر، يعني بتجري في دمك كله. فانا في وجهه نظري الشخصيه السامه هو شخصيه كده، شخصيه حاجه انت ما تتخيلهاش. اب مثلا، زوجه، صديق مقرب، اخت، ابن. فده شخص بيبخ سمه، والسم بيجي عليك بقى بيتملكك، فيشلك ويموتك. فالشخصية السامة كده هو شخص مؤذي. ايه بقى دوافع اذيته؟ ده بقى نتكلم فيه بعدين يعني. هو مثلا مريض، هو بيستغلك، هو عاوز ينط عليك في حاجة معينة، بس ده في وجهة نظر الشخص السام. اه في ناس سامة، وفي ناس سامة على نفسها، بس في شخصية سامة. صحيح. مم. طيب نرجع بقى للشخصيات الغريبة اللي بنلاقيها في مجتمع الشغل. يعني احنا اتكلمنا عن مدير النرجسي. نتكلم بقى عن عقدة سندريلا. ماشي. احكي لي بقى شوية عن عقدة سندريلا. بصي مبدئيا، انا مش كل افلام ديزني بحبها، انا في افلام فعلا ما بحبهاش، يعني في افلام بحس ان هي فيها مشاكل، يعني لازم. زي ايه مثلا؟ سندريلا منهم. آه. يعني انا دي بالنسبه لي واحده، لا واحده وحشه، واحده مش حلوه. هقول لك ليه. دي بني ادمه ماشي، وباباها توفى، وقعدت مع مرات ابوها واخواتها انا مش فاكر باباها توفى ولا باباها راح فين، انا مش فاكر باباها القصه. توفى وهي اشتغلت خدامة طيب عند انت فين بقى؟ يعني انت يا سندريلا فين في القصه دي؟ عملتي ايه يعني؟ ايه الموقف؟ خلاص استسلمت بالامر الواقع، ماشي يا ستي، كنت لسه عيله صغيره واستسلمت للامر الواقع. فجات لك الساحره واديتك حاجه، واديتك قوه، فانت تروحي تحضري الحفله وبرضه ترجعي بال 11؟ طب يعني اسرحي بقى، يعني افجري بقى، اعملي بقى حاجه، يعني حسسي الدنيا. يعني انت خلاص ربنا اداكي بقى يعني نعمه، يعني عيشي بقى وروحي بقى ونوري. لا ده انت راجعه كمان الساعه 11، الساعة 12. الساعه 12، رجعت 11. وايه الشوز بتاعها يتقلع، فتجري، والواد هو اللي يدور عليها. يا بنت انت جات لك فرصه، يا بنت انت تقدري تعملي ايه السلبيه دي؟ يا بنت فوقي بقى، يا يا بنت. بنت يا بنت فوقي ايوه، المصلحة. يعني جات لك فرص الدنيا. مم. لا ماشي. فانا دايما ببص في سندريلا العكس بقى. طب لو ما كانش جالها حاجه، طب هتفضل يعني دايما بص على سندريلا 5 سنين، لو ما كانش جات لها لو ما كانش حصلت الشانس دي، كانت هتكمل فهتكمل بقى خدامه كده في بيت بابا. بقى اللي هما الاتنين التانيين دول اللي هما كان هما شكلهم وحش دول، كانوا هياخدوا حاجاتها. يعني بقى شخصيه سلبيه جدا، انا ما بحبهاش. طبعا ما بحبش سنو وايت. ليه بقى؟ فكره ان هي كانت قاعده لوحدها مع 7 رجاله ومش فاهمه هي عاوزه ايه. لا ماليش دعوه، هي اوكي، براحتك براحتك، اقعدي مع اللي انت عاوزاه، انا ليبرال. بس انت عاوزه ايه يعني انت دلوقتي قاعده مع 7 رجاله عاوزه ايه؟ والمبرر اللي هم مفهوم اقزام مفهوم. يعني. مش فاهم يعني. ما فهمتش القصه، يعني انا مش فاهم القصه فعلا. والتفاح ما اشتريتش، خلاص مش مهم، ما مش باقي. اشتريتش. ورابنزل اللي هي بتاعت شعرها دي برضو يعني. ليه دي رابنزل؟ بص، سندريلا ما كانش عندها حاجه، يعني ما عندهاش قوه خارقه، مم. فانا كنت بحسها سلبيه بس كده. تاني بقى، ده انت عندك، انت كنت ممكن تعملي حاجات كتير، يعني انت تقدري، يعني انت عندك شعر تلفيه على الوليه بقى يعني. ايوه بس مامتها كانت ضحكة عليها، اللي هي كانت المفروض مامتها يعني. طيب وانت بقى يعني مكمله بقى، يعني انت يعني خلاص بقى ما عارفه كده كده القانون لا يحمي المغفلين. اه انا مش عاوز برضه اكون عدواني تجاه الشخص تجاه رابنزل. بس يعني انا على ناحيه تانية انا بحب مثلا مولان جدا. اه انا بحب بيوتي اند ذا بيست، بحبه جدا جدا. رافض. اه مم. يعني في شخصيات كده تحبيها،
شخصيات لا تحسسك ان لا مش فكره فيمينيزم او مش فيمينيزم، لا تحس ان لا في قتال، في في شراسه، بني ادم، في بني ادم مش لازم يكسب ولا يخسر، بس في مقاومه، في جبنه رومي، في جبنه، مفيش مشروم. مفيش مشروم عشان المشروم يعني مش حلو. بس انا اديت لك عنوان الكتاب. ايوه المدخل اللي فيه مسدس. فلوس. طيب آلية بقى دفاع النفس، ازاي لو اتحطيت في موقف اقدر ادافع فيه عن نفسي يعني، او عموما ايه الآلية الصح اللي ادافع بيها عن نفسيتي مش عن نفسي؟ طيب انا هقول لك حاجه، آليات الدفاع النفسي دي هي كده كده بتتعمل فينا تلقائيا، بمعنى زي الدفاع النفسي اللي هو الجسدي، انت بتدفعي عن نفسك جسديا، يعني انا لو حد جيت هجم عليكي انت هتعملي، هتصديه بقى، هتضربيه، هتطلعي تجري، جسديا انت بتحمي نفسك بالطريقه اللي انت شايفاها صح ساعتها. نفس الفكره على مستوى النفس، لما تتعرضي لاتاك نفسي انت في اليات بقى ناضجه واليات غير ناضجه. مثلا واحده في علاقه جه حد قال لها خلي بالك ده جوزك بيخونك مثلا، او جوزك مش كويس، او جوزك بيعمل حاجه، دي صدمه نفسيه. طب انا هعمل ايه؟ هنكر؟ لا انتوا بتعملوا كده عشان توقعوا بيني وبين، انا محسود، انا مش هبرر. اصل هو بيخوني علشان انا استاهل، عشان انا مقصره معاه، عشان انا مش عارف ايه، انا ما باخدش بالي من نفسي. انا ما مش عارف ايه. وتيجي مثلا حد زي امه او امها، لا يا حبيبتي ما انت برضو مش عارف، وتمشي يعني بتدافع عن نفسها، هي عاوزه تصد الاذى، بس مش صد ناضج. م. وممكن تصد حاجات ناضجه بقى، لو بقى اكسبتنس، قبول، انا تعرضت للخيانه، طب هعمل ايه بقى؟ انا متسامي فوق الموقف، يعني في اليات ناضجه وغير ناضجه. طب ايه بقى الآليات الناضجة اللي احنا ممكن نعملها ندفنس بيها عن نفسيتنا؟ انا مش متذكرهم، بس لو حد كتب اليات دفاع والله مش متذكرهم. ايه بس الضحك ده؟ في ساركازم، البودكاست ده. في الساركازم ده اللي هي ناضجه على فكره، اللي هو التهكم او السخريه يعني. ان انت تسخر من الموقف او من اه اللي انت واصل له يعني. في اكسبتنس، في تقبل ان انا ارضى اصلا. خلاص، ومش قبول، مش قبول عاجز، لا قبول اللي هو انا تعرضت للخازوق، تعرضت لصدمه، خلاص اعترف بقى، مش هلف وادور انا اتغشيت، انا اتخنت، انا غلطت. مثلا واحده حبت واحد وعاشت 10 سنين في حبه مثلا، واكتشفت ان هو انسان وحش، خلاص اعترفي، اعترفي عشان تكملي. هتقعدي بقى تلفي وتدوري عشان عارفه اللي هو هنليسها، هو عموما اول حل المشكلة اعتراف. الاعتراف بوجود المشكلة. بالظبط. وفي السامية التسامي مش السامية. السامية. انا لقطتها كده السامية قلت دي في حتة تانية. بس يعني التسامي بقى اللي هو ايه؟ اللي هو انت بتعلى فوق الحاجة، اللي هو يعني عارفة اللي هو انت ماشية مثلا في طريق ما، والطريق ده فور اكزامبل في مية على الارض، وعربية عدت بسرعة طرطشت عليكي مثلا، انت متسامية عالية فوق الموقف يعني، بس مش مجرد قبول، لا انت اعلى من الموقف. بس حاجات كده ممكن الناس تقرا عليها، يعني برضه عقد السندريلا قرا عليه، يعني اللي احنا بنقوله ده توبكس الناس تقرا عليه، عقدة النقص تقرا عليه، الكلام ده كله. احنا ما اتكلمناش لسه في عقدة النقص، عقدة النقص. حرقت السؤال. طيب ازاي بقى اعرف ان انا عندي عقدة نقص؟ كلنا عندنا عقد نقص، كلنا، والله كلنا عندنا. الا انا. ده كده كده دي عقدة نقص. كلنا كلنا مرضى نفسيون لا يستساغ. كلنا متعورين جامد بجد والله. واللي يتخيل ان هو طالع منها سليم ده اكتر واحد بايظ خالص. ومش شرط تطلع منها سليم، يعني مش هتاخد جايزة لو طلعت سليم، بالعكس ده انت بتاخد جايزة ان انت بالرغم من بوظانك، لا انت قادر تكمل، وقادر توصل اللي انت عاوزه، وقادر تتعايش وتتأقلم وتحب الحياة اكتر يعني. بس انت لو كل تعويرة فيك خدتها وقعدت ركنت كده مش صح. عقدة النقص ببساطة او الانفيرتي كومبلكس ان انت مثلا
خلينا نتكلم مثل بيزك خالص، مثلا انت قصير قوي فدايما خلاص بقى، مش لازم عشان انت 170 سم تزلي في الناس بقى. تمام كمل. بس يا ستي شخص مناخيره كبير، انا ماشي خلاص شخص مناخيره كبير، تمام شخص فيه حاجة، ماشي. شخص اتحرم من حضن الأب، شخص كان فقير جدا، شخص كان نفسه يخش كلية مثلا طب في مجتمع متخلف، فدايما حاسس ان هو فشل ان هو يخش، دايما حاسس ان هو لا انا فاشل. يعني انت دايما حاسس ان انت ناقص، والاحساس ده عامل لك مشكلة في حياتك، مم. فعامل لك عقدة، عامل لك كومبلكس مش عارف تتخطاه. كلنا عندنا عقد صغيرة. اكيد. واحد ابوه وامه كانوا وحشين مع بعض فطلع معقد، واحد امه كانت بتزعق في ابوه، واحد كان ابوه بيحرمه من حبه، ايا كان الديفكت فين، اتخطى بقى. يعني خلاص كلنا فينا كومبلكسات، عدي عدي. ازاي بقى يبقى عندي جهازي المناعي اللي هو زي ما في جهاز مناعي كده جسدي، مم. ازاي يبقى عندي او اقوي جهاز مناعي النفسي بتاعي؟ طيب يعني ازاي اصلا نفسيتي طيب تبقى قوية؟ طيب احنا قلنا قبل كده موضوع الخوازيق الصغيرة كده اللي هي الفاكسينز الصغيرة. جماعة صدقيني العميل مسؤول عن لغته في الكلام. من خبرة حياتي مفيش حاجة بتقوي الإنسان قد الخوازيق. اوكي. كل ما تخش تجربة وتاخد على قفاك وتعترف إنك خدت على قفاك وجلد قفاك يتخن، كل ما بعد كده اللي يجي يديك على قفاك مش هتحس بيه. انت فاهمة التشبيه المشوه اللي انا لسه حكيه ده؟ بس فالخوازيق الصغيرة دي حاجة حلوة جدا. تعالي نتكلم على المناعة الجسدية. حلو. انا دلوقتي انا شخص مناعتي ضعيفة، كل ما بيخش سيزون الشتاء بتكون كده ودور برد. طب انا لما بروح للدكتور ويقول لي قوي مناعتك تعمل ايه؟ ماشي، خدت الفاكسين اللي هو خدت الخوازيق الصغيره اللي بتاهلني للخازوق الكبير ان اعرف اتعامل معاه. طيب ايه تاني؟ انت مثلا ايه تاني لو حد مناعته صغير مناعته ضعيفه؟ ممكن ياخد فيتامين حلو قوي. ايه الفيتامينز؟ مقويات. حلو. ايه اللي يقوي نفسيه الانسان؟ اولا هو يقرا كتير في نفسه، يفهم نفسه. احنا ما بنقعدش مع نفسنا على فكره، يعني خلي بالك ان احنا من دوشه الحياه ما بنقعدش نسمع نفسنا، ما بنقعدش نسمع احتياجاتنا. معناش فاكرين اصلا احنا كنا هنا جايين نعمل ايه. بالظبط، ولا عاوزين نعمل ايه، يعني مش كنا جايين ولا عاوزين ولا حلمنا ايه. طب احنا قاعدين ليه؟ بقى يعني احيانا الواحد بيبدأ في حاجة، وليكن في بروجكت، في شغل، بيبقى بقى راسم طموحات وانا هعمل 1 2 3، فجأة بتلاقي نفسك دخلت في لوب اللي هو عارف اللي هو بتاع الساقية ده. تمام، انت دخلت، اول ما بتدخل الساقية بتنسى انت كنت هنا جاي تعمل ايه بالظبط. وما عادش في فرصة ان انت تقعد فعلا ما بينك وما بين نفسك كده، نتكلم، نعمل اوديتنج احنا وصلنا ل1 2 3. انا عاوز اقول لك حاجه من الحاجات، انا عشت خوازيق كتير أوي في حياتي. ما شاء الله. الحمد لله. اللهم بارك. جينيس ريكورد خوازيق، صاحب الخازوق الذهبي. ما شاء الله. ف اكتر حاجه كانت بتطلعني لقدام المكان اللي انا رايحه. يعني كانت كل ما اضعف افتكر انا عاوز اوصل لايه، اقول يا واد كرولوس انشف شويه، يا واد كرولوس انت ما تستحقش تعمل كده في نفسك. يعني ساعات كنت في عز ما انا مكسور بجد، لازم اكمل عشان الحلم اللي انا عاوز اوصله. والموضوع مش سهل زي ما بيتقال، وساعات بنحتاج مساعدات من الاخرين، يعني ساعات بنحتاج ناس بتحبنا، ناس بتقف جنبنا، بس في الاخر محدش بيفيدنا غير نفسنا. يعني عارفه اللي هو مهما كان حد بيحبك، مهما كان حد سبورت ليك، لو انت من جواك مش حاسس ان انت تستحق الافضل عمرك ما هتوصل للافضل. يعني أنا دايما كنت بقول لا انا ما استاهلش الموضوع ده، انا ما استاهلش اعمل في نفسي كده، انا ما استاهلش كده. قبل ما نخش حكيت لك عن صديق ليا كان بيحب واحده، والواحده دي سابته وعملت جوستنج. برضه عاوزين نتكلم في الجوستنج ده عشان مهم، هنتكلم فيه. لازم. عملت له جوستنج، فالواد ادمن. الدكتور بقى ادمن ادمن بيتكون، يعني كل مثلا شهرين ثلاثه نوديه مصح. تعمق النفس. هو ما حياته اتدمرت، حياتك اتدمرت ايه؟ يالا
ايه اللي حياتك اتدمر في ايه يعني؟ انت حبيت انسانه والانسانه دي ما قدرتش حبك، هتعمل ايه يعني؟ ايه المطلوب؟ انا بحبها وحياتي. لا، انت لما تقف في المرايه كده وتشوف حالك بمنظرك كده واسف يعني، أنا اسف يعني، عامل بتبيع على روحك ومتبهدل ومستقبلك ضايع، انت فرحان كده؟ اولا دي انسانه لو بتحبك مش هتسيبك كده، ده مبدئيا يعني. مفيش انسان بيحب حد يسيبه كده، فدي ما حبتكش ماشي، انت بتحبها، ما بتحبش نفسك بقى، يعني انت فرحان بنفسك كده. فصورتنا تجاه نفسنا لما نحب نفسنا اكتر، وكلام مش تنمية بشرية بقى والنفق اللي فيه نور وحبوا بعض والكلام، لا، انت من جواك لازم تكون مصدق انك تستحق الافضل، وده اقوى دافع يخليك عندك مناعة نفسية قوية جدا. انا وقعت في مجاري، خلاص بقى اقوم، مش هقعد طول عمري بقى في مجاري ويا جماعة بصوا عليا انا في مجاري، وقوم بقى واغسل وخد شاور كده وكمل لقدام. فدي وجهة نظر يعني المناعة. التعلق النفسي عموما بعيدا عن ان الواحد يبقى متعلق يعني قصة حب او كده، انا مم. بتكلم عموما التعلق النفسي. يعني ممكن واحد يبقى متعلق بمامته، ممكن مم. يتعلق بشخصية مؤذية في حياته. مم. التعلق النفسي ده حاجة مدمرة اصلا للبني طب ادم. طب مم. يعني هو وحتى لو متعلق بشغل او متعلق حتى لو متعلق بحلم، بحلم. هو متعلق بأي حاجة. أصل أنت متعلق يعني أنت رابط نفسك بحاجة تانية، حاجة براك، حاجة مالكش سيطرة عليها. فأنت، أنا آسف يعني، عامل زي السمكة الميتة في البحر، الحاجة دي هتجيبك يمين هتجيبك شمال، بس أنت إنسان ماسك نفسك كده، مفيش حاجة متعلق بيها، أو حتى يا سيدي لو متعلق تعرف تتحكم في التعلق ده. فأنت، ازاي بقى؟ يعني طب ما أنا قلت لك أهو. اديني زتونة ان انا ماشي. اهدي التعلق. طيب، طيب أقول لك، تعالي نجيبها برضو بيزك كده. ماشي. أنتي أنتي بالونة. انا بلوم. ده تشبيه جديد برضه يعني، ماسك الفيلم الانسان البالونه، البالونه دي لو هي فاضيه زي السمكه كده رايحه جايه، ما كيس، بس كل ما تكون تقيله، ايه التقل بقى؟ ايه التقل؟ اللي هو الشخص اللي مليان بنفسه، مصدق قيمته، عارف انا ايه يعني. انتي رحتي شغل وحلمك تشتغلي مثلا في بنش مارك، دعايه، ماشي حلمك خلاص. تشتغلي في بنش مارك، يا رب. ورحت لمديرة بنش مارك ميرنا لقيتها انسانه ظالمه بتعذب وتكربج العيال. حصل عليا. طيب انت لو مصدقه ان السي في بتاعك قوي، ومصدقه ان انت شخص حتى لما الانسان يرفضك او الانسان يبدي فيك اراء سلبيه مش هيأثر فيك قوي، هتاخدها عادي جدا. طب خلاص، طب ميرنا مثلا رفضتني ليه، او بنش مارك رفضوني ليه؟ واحد اتنين تلاته، هشتغل على واحد اتنين تلاته. بس انا لو شخص هوا، شخص مشروم، لا، ده العيب فيا، انا ما استحقش، انا واتكلم. او اسقط عليه. اه طبعا. لان طبعا العيب يعني عيب فيكوا يا في حبايبكوا. اما الحب ما بنش مارك. بس. فالمناعة بالخوازيق الصغيرة بالفاكسين، بانك تقوي مناعتك النفسية بقيمتك لنفسك. وانا في رأيي الشخصي برضو من الحاجات اللي بتقوي المناعة، عارفة لما يكون جو فيه أتربة يقول لك البسي كمامة، ما تخرجيش. الوقاية خير من العلاج. الوقاية بقى بالكوميونتي اللي حواليك، يعني دايرتك، اللي هو الحاجات اللي هو بيكنزها. يعني ايه؟ يعني انا لما مثلا بخش مجرة علي بابا، مش بقدر اخد كل مجرة جوايا، انا في حاجات باخدها ككنزي انا الخاص. حلو. فاللي كنزه صالح بيطلع صلاح، واللي كنزه شر بيطلع شر. بمعنى، احنا في مجتمع الناس حوالينا في قمة التفاهة، في قمة السطحية، في قمة الفشل، في قمة العقد النفسية. يعني انا عايز اقول لك، في خلال اسبوع اتنين اصحابي بيفكروا يعملوا تيك توك، ما عنديش مشكلة يعملوا تيك توك، بس هو عاوز يسترزق من التيك توك بالشكل اللي هو ده في ناس بتطلع تعمل اي هبل ويفتح لايف وياخد اسد وياخد معزه وياخد مش عارف ايه الكلام ده. واحد مجنون، هو شايف حد مش عارف ايه. طب تخيلي ده نفسيا شكله ازاي، يعني شكل البني ادم ده نفسيا ازاي، اللي هو مستني اللايك، اللي مستني الجايزه، اللي مستني الفلوس، اللي مستني، يعني ده نفسيا هش.
اللي بيفتح مثلا انستجرام ويشوف مش عارف بلوجر مين جوز بلوجر مين وخلفه بلوجر مين وراح بيها دبي عمل لها ايه وراحت بيها بوركينا فاسو عمل ايه. فالناس مش سوية. بقينا عارف متأثرين بالظبط. بالحاجات اللي فكل ده بتحصل. ضغط فبيخلي المناعة هشة. بس لو انا بقى يعني رايح المكان الصح، حتى لو انا هشوف الحاجات دي اشوفها بس ما تأثرش. عارفة اللي هو احنا عاملين زي المراكب كده، المركبة جوه البحر بس المية مش ده جواها، هي عايمة جاست خرم صغير المية دخلت غرقت المركبة. فاهمة اللي بيحصل؟ الإنسان يعني مناعته أو شخصيته عموما بتتأثر بالحاجات اللي بيشوفها كل يوم. طبعا. فهو مثلا لو فرضا في اليوم انت تعرف ان الناس ما تعرفش هي بتقعد قد ايه على السوشيال ميديا وبتسبند تايم قد ايه، وان الناس بتتفاجئ ان ممكن تكون انت بتقضي على السوشيال ميديا في اليوم كافريج من 6 ل7 ساعات في اليوم. انت متخيل ان 6 7 ساعات في اليوم عاوز اقول لك كمية مسجز بتدخل دماغك؟ المشكلة مش انك تقعد على السوشيال ميديا. يعني عاوز اقول لك انت ممكن تقعد على السوشيال ميديا تعمل بيزنس، ممكن تقعد على السوشيال ميديا تتعلم لغة، ممكن تقعد على السوشيال ميديا تعمل اي حاجة، تتعرف على ناس جديدة، تشوف ثقافة جديدة. انا عن نفسي اللي عملني كاتب السوشيال ميديا. يعني انا لو رجعت قلت اقفل الفيسبوك ابقى بني ادم منافق مزدوج. لا، السوشيال ميديا ليها فضل عليا، ناس كتير اتعرفت عليها من السوشيال ميديا. احنا شركة سوشيال ميديا. احنا اللي عرفنا على بعض من السوشيال ميديا. ده حقيقي. بس خلاص بقى، يعني شوف انت عايز تاخد ايه. نرجع تاني، انت اللي تركب مش تتركب. يعني انت اللي تسيطر، مش السوشيال ميديا هي اللي تحركك. شوف انت عاوز تعمل ايه، شوف انت عاوز توصل لايه واستخدم ده ليك. مش تبقى اداة مفعول بيها، اداة بقى اللي هو فاهمة تشوف مش عارف امه ايه وابو ايه وامه ايه فاتحة فابو ايه وده لايف ويلا وابعتولي وتقعد نص ساعة ولا ساعة. واحد انا اسف بيتف على واحدة وواحدة مش عارف تعمل، والله حاجات مقرفة حاجات مقززة. وشوف ده ضربها بايه، حاجات عيب، حاجات يعني مهينه للانسان اصلا. وناس بتشوفها وبتشجعها. حاجه يقول لك الناس دي جابت فلوس منين؟ ما جابت عشان انت مغفل، جابت عشان انت بني ادم مهزأ برضو. يعني حصل. هو انت هو مش بس مهزأ عشان هو طلع لايف، انت كمان مهزأ عشان بتتفرج عليه. بالظبط. يا عم بتعمل ايه؟ انت وقتك انت يعني احنا الكابيتال بتاعنا راس مالنا مش فلوس بس. طب ما انا طاقتي ومزاجي ووقتي ده غالي جدا غالي جدا. ان انا مثلا عندي 24 ساعه في اليوم اضيع منهم مثلا ولو 15 دقيقه على القرف ده. طب ليه؟ طب ما 15 دقيقه دول اعمل فيهم حاجه ليا انا. ده لو قعدت كده مع نفسي في الصمت، ولا قعدت سمعت اغنيه لفيروز، ولا قعدت شربت حاجه مع انسان بحبه، يعني ابرك لي ايه القرف ده؟ يعني حتى يا عم لو عاوز تهرب من الواقع ما تهربش بالقرف ده. فده كله بيأثر في المناعه. الصراحة التوبيك ده اخدني كده لسؤال. آم، تسمع عن جنريشن زي؟ اه ايه بقى اللي تعرفه عن جنريشن زي؟ عشان هما اذيني نفسيا الفترة دي. مش عارف برضه يعني انت احنا مش عواجيز برضه عمال ما بركش الشعر الابيض. لا يعني اسمع ان هم باين مواليد ما بعد 2000 حاجه زي كده، صح؟ وعندهم صفات ان هم ما يعرفوش فاتن حمامه ونور الشريف والكلام ده. بس ف طيب دلوقتي جنريشن زي بحس ان هم عندهم common problems كده حياتية عموما، ودي برضو بتبان شوية في الشغل. زي مثلا جنريشن كامل طالع عنده احساس ان انا لازم ابقى بزنس مان او انتربرنور. جنريشن كامل طالع ما عندوش حتة الكوميتمنت عموما، او ايشو زي ان انت المفروض يعني ان يبقى عندك ميشن accomplished، ان انت عندك تاسك ولازم طيب يخلص، انا هقول لك حاجه. وانس انه خلص فانت خلصت شغلك مثلا. ف فجنريشن دي دلوقتي بدأ يبقى متواجد في سوق العمل بشكل كبير، وعاملين قلق الصراحة. لأن على الرغم من انهم عندهم صفات كويسة جدا، زي مثلا ان هم اسرع. يعني انا من وجهة نظري إن هم اسرع. آم، بيفكروا بطرق مختلفة عن الاجيال اللي قبلهم. ولكن عندهم برضو مشاكل زي ما بقولك الكوميتمنت، ان عندهم حتة الزهق السريع. انا زهقان بسرعة قوي، انا
اتخنقت. فاهم قصدي؟ انا بشتغل. طب يا حبيبي انت بتشتغل بقالك، انا بقى في الشغل دي بقى 4 شهور. طب يا حبيبي انت ما اشتغلتش لسه. طيب انا هقول لك حاجه. احنا كل جنريشن بيقول على اللي بعده جنريشن زي. يعني اعتقد احنا برضو لو على فكره انا زي بس ما بحبش اقولها. لا يعني هتلاقي مثلا برضو هو دلوقتي مثلا كله عاوز يطلع بيزنس مان. انا على ايامي كان كله عاوز يطلع تامر حسني وجيتار ويفتح صدره. يعني كل حاجه ليها حاجه. واللي قبله كان عاوز يطلع موتوسيكل وايس كريم في جليم وعمرو دياب. يعني كل جنريشن. هو دلوقتي بس التيمة اللي هو بيتكوين بقى وبيزنس مان وايلون ماسك والكلام ده في كله. ايلون ماسك في الحته دي. فلكل جنريشن في جنريشن زي بتاعه. لكل ليه الثيم بتاعه. مم. هي المشكله بس ان هو الدنيا بقت سريعه قوي قوي. يعني الدنيا بقى فيها ضغط بشكل رهيب. حتى معدل تطور التكنولوجيا بقى مرعب. انت فجاه بتقولي في اي اي، فجاه بقى في تطور رهيب في الاي اي في اقل من سنه. تطور مرعب. يعني افتكري مثلا اول ما طلع الكمبيوتر لغايه ما وصل مثلا للشكل اللي احنا فيه قعدنا وقت. وافتكري مثلا من الفلاشه اللي كانت 1 جيجا لغايه مثلا 8 جيجا اخدت وقت. يعني في جاب. ده السي دي ده كان حوار. حصل. ف انا شايف ان ده بشر طبيعي بكرايتيريا مجتمع طبيعي. وفي الشغل هي الرول واحده. انت بني ادم ملتزم هتوصل. بني ادم مش ملتزم عادي. يعني حتى في الاجيال القديمه، حتى في الطب مثلا عندي. انا ما اصنفش نفسي جنريشن زي. بني ادم كان مهتم بيتعب بيطور من نفسه بقى دكتور ناجح. بني ادم خدت الدنيا وفكرة ان هو خلاص خلص طب كده. ده مجدي يعقوب او اللي هو الشخص اللي انا معايا شهادة طب. سوري يعني انا دكتور اي كلام يعني. فهو في اي كوميونتي انت هتطور من نفسك هتتعب. هتلاقي مش هتتعب خالص. جنريشن زي زد واي اكس مش قصة. طب بمناسبة بقى المصطلحات الجديدة، في بقى مصطلح يعني بنسمعه كتير اليومين دول اللي هو الجوستنج. دي عملت لي جوستنج. نفسي اتكلم فيه ده. عارف انا كل 3 4 ايام كده مسج عن حد حصل له جوستنج. طبعا اقول يا جماعه انا مش طبيب نفسي وانا مش عارف ايه. طب رايك ايه؟ طب نعمل ايه؟ طيب انا وانتي مثلا في بينا بيزنس. حلو. والبيزنس ده انا متعلق بيكي واملي مثلا عليكي مش عارف ايه. طيب انت ما ردتيش اختفيتي. انت بني ادمه انا اسف خلي عليا انا اللي ما ردتش. انا بني ادم اجبن من ان انا اواجه. اجبن من ان انا اعمل يعني مواجهه حقيقيه اوصل فيها لحاجه. مشيت بدون ابداء اي اسم. ايوه اختفيت. وانا متعمد ان اختفي عشان اذيكي او متعمد ان اختفي مثلا عشان اسحولك. خلاص هتعملي ايه؟ في داهيه. سيمبلي في داهيه. انا لو شخص كين عليكي مش هسمح ان انت تتاذي. طيب انا شخص مش كين عليكي انت مضايقه ليه؟ فاكره صاحبي المدمن اللي حكيت لك عليه ده؟ فهي الفكره في كده. انت يعني ايه اللي تعبك في الجوستنج؟ يعني كسر الايجو اللي هو ازاي انا يعمل فيا كده. يا عم ما تخليك سلس كده مع نفسك كده. وايه المشكله؟ ايه المشكله؟ احنا بشر يعني. ازاي انا بجلاله قدري حد يعمل فيا كده؟ لا عادي. احنا بشر يعني. يعني شايف الموضوع لو الانسان قاعد مع نفسه. انا عارف دايما بكلمك بالطريقه السهله. المواضيع مركبه. الموضوع كبير مركب وصعب وبيجرح وعلى وكل فكرة حاجة. الجوستنج ده برضو موجود في الشغل. ايوه طبعا. يعني مثلا بيحصل عن طريق الطرفين. يعني مثلا ممكن عميل مثلا لو انت شركة مثلا احنا شركة اهو ماركتينج. عميل مثلا ممكن فجأة يختفي. طب حبيبي انت عندك مشكلة ايه؟ نتكلم نتفق. انا اختفيت. فاهم قصدي؟ ممكن حد انت بتشتغل معاه اصلا. يعني مثلا بارتنر معين. successful partner وليكن حد مثلا حتى موظف شغال معاك. وفجأة الموظف ده يجي تاني يوم الصبح فين ما تلاقوش على مكتبه. وباي ذا واي حصلت قدامي كتير. ورد الفعل هنا الناس بتبقى مستنيه تشوف رد فعلك. انت هتعمل ايه لما اللي قدامك هيعمل عليك جوستنج؟
كمدير او وهو ذات نفسه اللي بيعمل عليك جوستنج بيكون بيبقى مستني رد فعلك. هتجيلي بقى ذليل عويل بقى وما او هتقولي آه. لا ما تمشيش آه. لو سمحت بصي في حكمة مبروك المكان. في حكمة عظيمة جدا، مش عارف هتشيليها في المونتاج ولا لا. لا عشان على حسب. اللي يجينا نضمه واللي ما يجيلناش يروح لأمه. لا عادي ممكن. مش هتشيل. انا كنت فده خايفه. ده رول. اوكي. اللي يجينا هنضمه، هنحتويه وهنقرب منه، وايه يا ابني مشكلتك، ونتكلم وهنحل. حتى دايما بيتقال we communicate we fix we are mature. احنا بنكوميونيكيت بنفكس المشكله دي واحنا ناس ناضجه. بس انت هتختمي فيه خلاص، ربنا معاك بقى، هعمل لك ايه؟ اوكي هعمل لك بالظبط. باي. اوكي باي. تحياتي مم. تحياتي. الناس لو عندها الرول ده، انا موجود يا جماعه وفاتح حضن للكل ومرحب بالكل ومتقبل الكل، هنتكلم هنحل، يلا. مش هتتكلم انت ما قدرتنيش انا مش هقدرك. يعني انت ما فكرتش في الاذى اللي هيحصل لي، او ما فكرتش في الخساره الماديه اللي هتحصل لي في البيزنس، او الخساره النفسيه. طب انا هعمل لك ايه؟ في ناس تقول لك اصل انا بعمل الجوستنج علشان انا اتكلمت كتير ومفيش حل. برضه خلي فيه كلوجر محترم. يعني انت، انا وانت مثلا احنا بنتكلم، وكل ما اكلمك نتخانق، كل ما اكلمك توصلي حاجه، طب خلاص انا مش هقدر اكمل واختفي. طب انت هتكلميني تاني هقفل هصد، بس خلاص بقى، يعني اللي هو قفلت معاكي. هو الجوستنج مش اقفل، لا اقفل براحتك، بس اقفل بطريقه ناضجه، بطريقه شيك. طيب بما اننا اتكلمنا عن الجوستنج وكده، ازاي بقى الواحد ممكن يفوق من علاقة سيئة زي دي، خصوصا لو مثلا العلاقة دي في مكان عمله او في مكان شغله او حتى في البيرسونال لايف. انت عارفه كده كل الطرق تؤدي الى روما، كل الطرق تؤدي الى الخازوق. انت عارفه في جمله هنا انا كاتبها، كان حد قالها لي بس مش متذكر صديق ولا قريتها منين، لولا الخازوق ما كنتش هتفوق. تمام. ايه اللي بيفوق؟ الصدمه. بس مش الصدمه كصدمه، تعامل الانسان الناضج مع الصدمه. حلو. يعني انت اتصدمت هتعمل ايه؟ انت خدت على قفاك هتعمل ايه؟ انت اتضربت بالشلوت، معناها اتضربت بالشلوت، حق خلاص، ما انا اتخضيت وحق، هفضل واقع ولا هقوم؟ فهي الصدمه هي اللي بتفوق بقى. يعني شخص انا كنت مديله الامان، خلاص ضربني بالشلوت، خلاص هقوم بقى يا عم، انت من طريق وانا من طريق، مش هشغل مش هحرق كتير معاك. فاللي يفوق اي انسان في اي شغل في اي علاقه في الحياه ككرولوس، انا بقول لك الصدمه الخازوق. تحيه واحلى مسا على احلى خازوق. بس انت كاتب كتاب بالعنوان ده؟ خازوقولوجي. طب الكتاب ده فيه حاجات انترستد كتير يعني. خليني مثلا اقول لك جزء منه من الحاجات اللي كانت كاتشي قوي بالنسبه لي. خلي بالك في الشغل كله خوازيق. يعني انت عاوزه تعملي يعني تطبيق للحلقه اللي احنا بنتكلمها عن الناس بقى والعلاقات افتحي كوميونتي الشغل. كوميونتي خوازيق، حصل. كوميونتي من حصل. الخازوق بقى ابو لمبه، خازوق شفاف حصل. ما يتشافش، كله. وبرضو من الحاجات المهمة ان البني ادم احيانا في اول طريقه في الكارير او في الشغل بيبقى شايف ان هو المفروض يعني مهما حصل فيه حاجات وحشة او مهما الناس يعني كانت بتحاول تأذيه او كده، فانا شخص مش مؤذي، انا شخص مش هعمل كده فيك. فاهم؟ بتيجي بقى نقطة تحول، بتكتشف ان انت لا، ثانية واحدة، انا مش هفضل قاعد يعني فاهم قصدي؟ لا ده انا هعمل فيكوا زي ما بتعمل فيا. لا مش هعمل فيك زي ما عملته فيا، بس هرفض اللي انت عملته فيك. يعني شخص خزوق مش هخزوقه انا ككرولوس، مش بكلمك لا انا كميرنا. لا انا كشخص مش هخزوق. بس عاوز اقول لك ان الانسان لو حس بقيمته هيدرك ان هو احسن حاجه يعملها في الانسان اللي اذاه هو يبعد عنه بامانه. يعني انا في ناس تجنب، مش حكايه جاست تجنب، حكايه
انت خسرتني، فمفيش حاجه ممكن تخسرها اكتر من كده. يعني مفيش ضرر انا هعرف اضره بيك اكتر من كده، عشان انا كنت حدي محبه حقيقيه، انا كنت حدي حب مظبوط. حقيقي، كنت حدي اهتمام حقيقي، كنت حدي شغل حقيقي. يعني انا لما مظبوط. اروح شغل مثلا الشغل ده يقل مني، مظبوط. لو انا مصدق فعلا ان انا كنت هفيد الشغل ده مش هزعل. مم. بس لو انا لا مش واثق في نفسي، لا هزعل وهتضايق. فلو الانسان عارف قيمته مش هيزعل عمره ان حد خزوق. طب مش حاسس ان الانسان somehow لازم يبقى له نبذ ازرق؟ اتقالت لي الجمله دي قبل كده، و النبأ الازرق اللي هو ايه يعني؟ يلسع يعني؟ يعني بمعنى ان انت مثلا لما بتبقى انسان سو جود، بتعمل كل حاجه كويس، تمام مم. تمام، و somehow حواليك ناس مؤذيه، حواليك ناس بتعمل حاجات مش كويسه فيك، فحتى بعد ما بتتجنبهم وما بتسحب ايدك خالص من ريليشن، لان ممكن اصلا احنا في الكوميونتي بتاع الشغل، انا ممكن انا وانت نبقى شغالين مع بعض بس احنا مش اصدقاء، فاهم قصدي؟ فكون ان انا اتجنبك ده ممكن ما يصدش اذاك عني. مم. فهنا انا لازم اخد موقف. انا تهت منك، اديني اكزامبل بسيط معلش. احنا في كوميونتي شغل، اعتذري. وانا وانت بنشتغل مع بعض، مم. تمام، احنا we are not friends، ماشي كويس تمام. عادي. فانت اذيتني في الشغل مرة 2 3، خلاص انا اتأكدت ان انت 100% شخص مؤذي. اذيتك بمعنى ايه؟ مثلا لبسك في الحيط مثلا؟ عارف انت التلابيس اللي في الشغل دي، اللي هو انا لبست لك الحوار ايه ده رحت قلت كلام عليك مثلا، ومرة تخيب ومرة تصيب، مرة ممكن تيجي على مقاسك عادي، فاهم قصدي؟ فهنا جيت انت في نقطة وحسيت ان انا دايما مفعول به، انا دايما مفعول به، انا دايما مفعول به. فهنا بيجي نقطة ان هل انا بقى المفروض قصاد اللي بيحصل ده المفروض اخد اكشنز؟ طبعا تاخدي اكشن، بس اكشن حكيمه برضو. يعني مش حاجه هبله عويطه صوت عالي يعني. لا يعني مش دخان من غير كفته، فاهمه قصدي؟ انت فاهمه يعني ايه اكسكريشن دخان من غير كفته؟ لازم يبقى فيه فاليو في الموضوع. فاليو وبهدوء. امم اللي هو نرجع لنقطه الطيب والساذج، اللي هو حلو. انا اقدر اكون شرير واقدر اخد حقي واقدر اعمل، بس انا مش هعمل عشان انا تقيل وواثق من نفسي. لو هو مثلا انت لبستني في الحيط في حاجه، هو انت عملت كده ليه؟ مم. انا وصل لي كده وكده، انا وصلت، انا عرفت، كلامك واضح، هتجعجع وفين وعمل لي مش عارف ايه، والدخان من غير كفته ده مفيش. مم. طيب يعني بما معناه النبي الازرق، لو انت بتتكلمي فيه يعني، عارفه اللي هو انت لازم يكون لحمك مر عشان ما تتاكلش. مظبوط. اللحم المر ده يتعمل ازاي؟ ايوه بتعمل ازاي؟ اللحم المر اللي هو انت قبل ما تاكلني تفكر 100 مليون مره ان انت هتاكلني، ان انت هتتعب لما تاكلني. فاهم قصدي؟ يعني انا مش هستنى انك تاكلني عشان ازعق، لا انا باتيتيودي وشخصيتي وحدودي موصل للي قدامي ان انا مش سهل. يعني انا حاطط كذا حاجه، انا حاطك في الحته دي. صباح الخير. انت عارفه دايما الناس بتقلق من الحاجات الغامضه. يعني انت داخله مكان جديد مثلا ولا حاجه، مش داخله ايه ازيك وعاملكوا ايه يلا، وتقعد تهزر وتتريق وتبقى تسمح ان حد ياخد عليك وحد يتريق عليك، وبعد كده تتضايق ان حد لا. انت داخل، انت مين ده اصلا عشان يهزر معايا؟ مين ده عشان يعمل معايا كده؟ مين دي اصلا عشان تقرب مني؟ مين دي عشان احكي لها؟ واحده واحده. بعد اذنك انا ما بحبش كده، بعد اذنك ما بحبش كده. لما المدير مثلا يجي يقول لك اصل فلان قال عليك كذا، حضرتك شفت ولا حضرتك بتسمع بودانك؟ كلامك واضح شرب، محدش يعرف يطلع عليك بشياكه. بقيت في انفايرمنت اصلا هي جايه تركب عليك، خلاص بقى انت هتشوف هتعمل ايه. يعني انت اصلا مش مع فكرة ان الشخص يبقى فريندلي داخل لا خالص. الكوميونتي بتاع الشغل؟ لا فريندلي مع الفريندلي. يعني خلي بالك الصديق ده مش بيتعمل كده. انا مش بتكلم كصديق، لا انا بتكلم فريندلي بمعنى
في ناس اتيتيودها يعني، وانا من الناس اللي بتقع في، يعني انا بشكل شخصي من الناس اللي بتقع في النقطه دي. اتيتيودي عموما ممكن يبان ان احنا بتكلم بطريقه ممكن تبقى همبل شويه. اسلوبي معاك بحاول ابسط الامور، ما بحاولش اللي قدامي يبقى خايف او ماشي، يبقى. ده ملوش علاقة بالفريندلي. فريندلي ده اللي هو انا اديتك منزلة مش بتاعتك. يعني مثلا انا وانت داخلين شغل، اول يوم ليك ازيك عامله ايه، انا اسمي مثلا كورولوس بهجت، انا شغال معاكم كذا. في تاسك هنعملها بشياكه وادب باحترام، احترم كيانك تحترمي كياني. بس ازاي يا جماعه، انا عامله ايه، واخبار بابا ايه وماما ايه وايه ده، وشوفي البت اللي انا مصاحبها، وايه يا بت اللي انت لابساه ده. انت مين يا ابني؟ انت مين اصلا؟ انت ازاي اديت لنفسك البوزيشن ده؟ وازاي انا سمحت ان انت تخش لي كده؟ الفكره ان الناس ما بتعرفش تعمل كده عشان بتقلق. اصل هو هيزعل مني، اصل هو هيقول عليا طف. مظبوط. لا، يقول اللي يقول مش بتاعتي. يعني اللي عاوز يحجر على حقيقتي بافكار بتاعته مع نفسه انا ماشي صح. وطول ما انت ماشي صح ما تقلقش. ده بقى بياخدنا لكتاب اللامكترث. مين بقى الشخص اللامكترث؟ وقت ما انا بكتبه كنت شايف انا اللي مكترث يعني. خلي بالك ان انا كل ما اكتب حاجه بحس نفس الحاجه دي. انا العلم كتاباتي لو انت بتشوفيها املائيا سيئه جدا، ما شاء الله. ادبيا سيئه جدا، بسم الله ما شاء الله. مفيش اي نوع من انواع المواطن مفيش اي حاجه. بس بتوصل للناس ده حقيقي. عشان حاجه واحده بس حقيقيه صادقه. مم. انا ما بعرفش ازوق. يعني اللي انا حاسه بيطلع كده. فانا بكتب اللام مكترث كنت في الحاله دي. اللام مكترث ببساطه هو الاكستنشن بتاع اللام منتمي بتاع كولين ويلسون. في كتاب اسمه اللام منتمي حلو. لكولين ويلسون ده، برضه لما الناس هتجوجل اللام منتمي هيجي لها. ايه الفرق ما بين الشخص اللامنتمي واللامكترث؟ ماشي، اللامنتمي ده شخص مش قادر يلاقي انتماء في المجتمع مثلا. يعني انت ساكنه في شارع، في منطقه فيها 100 ولد و100 بنت، هتلاقي مثلا 90 ولد عندهم انتماءات كرويه، اهلي، زمالك، بايرن، مانشستر، ليفربول، اسمه ايه ده، برشلونه، ريال. مم. وانا هتلاقي مثلا عندهم انتماءات سياسيه، وانا حزب كذا، وانا مش عارف ايه. هتلاقي عندي انتماءات فكريه، وانا تيم مش عارف مين، وانا تيم مش عارف مين. وتلاقي في مثلا مشكله حصلت في المجتمع، انا تيم شيرين، انا تيم حسام حبيب كده، انا مع كذا. في ناس مش منتمية، مش قادره تحس نفسها في المجتمع ده عموما، ملهاش انتماء. ده اللي هو يمكن ده مش مكاني او الزمن ده مش بالظبط. زماني. حاجه كده، محمد منير، محمد نوح كده يعني. فالناس دي اللا انتماء ده على رأي كولين ويلسون يا اما يكون نعمة يا اما يكون لعنة. لعنة ان هو بيجننك، انت في كوميونتي مش شبهك. مش شبه، طبعا هتجنن. مم. يا اما يكون دافع ان هو يخليك بقى بتخلق الكوميونتي بتاعك، بتخلق بقى الثورة الفكرية الجديدة بتاعتك. اللا مكترث حاجة يعني امتداد ليه. ان اللا مكترث وصل لحالة من برضو الصفاء النفسي او السلام النفسي، ان هو لا يكترث باي حاجه ما تعودش عليه بنفع. بمعنى مش عارف مين الفنانه الفلانيه طلقت الفلان الفلاني، ولا مين مش عارف عمل ايه ولا دكتوره ايه عملت فيديو عمل في اليوتيوب، ولا مش عارف ايه علي مش عارف كلام على ايه. اللي انا احرق من طاقتي ووقتي ونفسي يستحق ولا لا؟ لا يستحق، مش بتاعي، لا يعنيني بشيء. اللامكترث ده بقى نفسيا عامل ايه، عاطفيا بيحب ازاي، يعني واحد بالمواصفات دي بيحب ازاي. اللامكترث ده بقى في العمل، يعني خلينا ناخده بقى من النقطة دي لبقية العمل. برضو اي حاجه مش هتصب في مصلحتي، مش عيد ميلاد مدام جيهان، مش عارف توتو طلقت، خطبت ابن اخت عمته. طب اللامكترث ده لو مش في بيئة، بيهري. طب لو اللامكترث ده في بيئة عمل وشايف ان في مشكلة في العمل ده، يعني مثلا شغال في شركة وحصل مشكلة قدامه مش تخصنيش، هل هو ممكن يبادر بحل المشكلة دي ولا هو بقى هو هيفكر قبل هو ما هيبادر. توتالي لا هو هيفكر مختلف؟ قبل ما هيبادر. يعني بمعنى ايه،
هو في شغال في شركة مثلا، والمشكلة دي هتأثر على البروجكت بتاعه، لا هيبادر. هيلاقيها مش هتأثر، مش بتاعته. مم. طب وانت شايف ان اللامكترث ده نموذج جيد؟ مفيش جيد ومش جيد، مفيش صح وغلط. في صح نسبي وفي غلط نسبي بس هو يعني. نموذج مريح للإنسان. وممكن يبقى لعنة برضه. بس خلي بالك انت لا مكترثة برضه، انت في حاجات كتير قوي فايتاكي اجتماعيا، ومش عارفة تكسبي اصدقاء كتير. في ناس كتير فاهماكي غلط. فنرجع نقول كل واحد بيحدد كل حاجة حسب اختياراته. بس مم. مفيش صح ومفيش غلط، يعني مفيش صح مطلق توتالي صح، مفيش غلط مطلق. مم. آخر سؤال حابة أسأله لك. انت النهاردة انت حاليا مش قاعد في مصر صح مم. كده؟ انت قاعد فين؟ قاعد في افريقيا دلوقتي. في أفريقيا؟ اساس مصر مش افريقيا يعني، فاهم؟ اه. لا وانا تجاوبت معاك. اللي هو تمام. قاعد تحت في الجنوب الافريقي عموما. اه. طيب ايه الفرق ما بين الكوميونيتيز؟ لا، في فروق كتير طبعا. المجتمع المصري بقى برضه مجتمع متصارع جدا، مضغوط جدا. عندنا طاقات كتير مهدورة. الحتة اللي أنا قاعد فيها في أفريقيا الريتم أهدى شوية. آه، أنا كان بحب الطبيعة برضه، بحب الروقان يعني، فاهم قصدي؟ أنت هناك ضربات قلبك بتهدى، هنا أول ما بتنزل فاهمة ضربات قلبك بتعلى لوحدها يعني. تحس في حاجة بتقول لك أنت في مصر يعني. ف لا، في فروق كتير. في فروق كتير. حتى طبيعة العمل في فروق كتير. فأتمنى من الله إن الأزمة اللي بيمر بيها العالم ده تنتهي. يعني أنا مش عارف أنت هتعرضي الحلقة دي إمتى، هنكون أصلا عايشين ولا في حرب عالمية تالتة ساعتها. بس أتمنى من الله إن العالم يهدى، عشان العالم داخل في حتة كده ضلمة خالص. طيب انت لو في حاجة حابب تختم بيها الحلقة سيبك انت تختم. صدقني مفيش حاجة معينة. بس طبعا بشكركم، بشكرك، بشكر الناس اللي شغالة. وأتمنى الموضوع يتكرر تاني. بإذن الله. بس شرف لينا أصلا والله. كتر خيرك. لو حد بيسمعنا تعبان، حد بيسمعنا متألم، حد بيسمعنا عنده مشكلة ما، يدرك إن محدش فينا بلا مشاكل. أنا عن نفسي، أنا لما بسجل معاك الحلقة أنا عندي بلاوي كتير في حياتي. بس هنمشي يعني، هنكمل، فاهم قصدي؟ مفيش حاجة هتوقفنا يعني. انت عندك بلاوي اكيد، عندك ديون، عندك ايجار عايزة تدفعيه. فهي الحياة بتمشي يعني. انا مش شخص بعيد قوي من الخطاب النفسي السوي. بالعكس، انا ما بصنفش نفسي ان انا بعرف اطبطب، ما بعرفش. انت مش شخص متوتر؟ انا لا، متوتر طبعا. ما اصل شوفي الصلابة اللي انا بقولها لك دي، لا جواها حد خايف. بس الشجاعة مش انك ما تخافش، الشجاعة انك تتحرك وانت خايف. لا، متوتر وخايف وبتعب وبحزن وبتكسر بقول، بس بمشي. هعمل ايه؟ مش هقف. انا قطر، ولازم ابقى قطر ليا وللناس اللي بتحبني. فاتمنى اي حد بيسمعنا، مش عاوز ابص للكاميرا واقول كلام كده عشان بتكسف اول ما ابص للكاميرا، بس اتمنى اي حد بيسمعنا عموما بجد تعبان، يصدق ان عادي. ما تستناش الوضع يتغير، لا امشي والوضع كده. يعني ما تستناش تبقى متعافي عشان تقدر تكمل. ابدأ كده وسمي الله، واحدة واحدة. وحتى لو بتعرج ابدأ، هتلاقيك بتجري. فاكرة فيلم مش فاكر اسمه، فورست جامب، ولا كان اسمه فورست ايه، اللي هو بتاع توم هانكس، اللي هو تمام تمام. عارفاه بس مش فاكرة اللي اسمه. هو المشهد اللي هو كان بيجري برجل ورجل وهو كان رانر وقتها صح؟ هو بعد كده لما مامته شجعته وقالت له كلام حلو ابتدى يتحرك يعني. فاجروا يا جدعان واتحركوا وانطلقوا وكونوا اقوياء بقى.
يعني مسج بقى، لو هنجمع كل اللي احنا بنقوله ده، او كل اللي احنا بنقوله بقى، لا مكترث في خازوقولوجي في مهزأ في روح امه. كفايه يعني لو انا عندي هوم لو مش مسج، في ايدك كفايه. لو مثلا بيشوف بتاع البودكاست ده 10، اتمنى على الاقل واحد او اتنين منهم يعني يكونوا اقوياء بجد. المجتمع ما بيحترمش الضعيف. انا مبسوطه جدا ان انت كنت موجوده النهارده، وحلقه بالنسبه لي انا بشكل شخصي مميزه جدا جدا. انا قلت لك في اول حلقه انا one of your big fan، شكرا فندم. وكل كتبك يعني انا بحترمها وبحب فكرك وبحب طريقتك كمان في الكتابه يعني. شكرا. بعيدا عن اي حاجه وعن نقطه ان انت بتقول ان انت في الادب مش جيد، انا بشوف ان انت كونتنت كريتور رائع. الله يكرمك، لو في شغلانه يعني. ايه احنا بدور على كونتنت كريتور في هايرنج. شكرا ليك. ميرسي. ميرسي جدا ليك وشرفتنا، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره. ميرسي، شكرا. هتغدونا بس يعني، لا ما- اخترناك. ليه كده؟ بقول كده. ماشي خلاص. ماشي. شكرا ليك. ميرسي.